في قلب حي السيدة زينب، وسط الزحمة والدوشة، كانت في عيلة بسيطة: حسن وصفية وابنهم سليم. اسمه غريب شوية، بس جدته هي اللي سميته قبل ما تموت، وقالت إنه بيحميه من العين. بس الحقيقة كانت أوسخ من كده بكتير. من أول يوم اتولد فيه سليم كان مش طبيعي، لا بيعيط ولا بيضحك ولا حتى بينام. عينيه واسعة وسودة كأنها بير ملوش آخر. وكل ما يكبر كان بيعمل حاجات غريبة، يقعد يكلم نفسه، يختفي بالساعات، ويرجع هدومه متبهدلة وريحته تراب. في ليلة برد صفية صحيت على صوت حد ماشي في المطبخ. طلعت تشوف، لقيت سليم واقف قدام التلاجة فاتحها على مهله وفي ايده حقنة. قالت له هي مرعوبة بتعمل ايه؟ رد من غير ما يبصلها: أنا محتاج دمك، بس حبة صغيرين علشان ما تموتيش دلوقتي. صفية اتجمدت مكانها. الواد مش بيهزر، عينيه كانت سودا خالص، وصوته كأنه صوتين بيتكلموا مع بعض. ساعتها دخل حسن، شاف المنظر ده، جري يمسك الواد، بس سليم اختفى بجد، اختفى كأنه دخان. تاني يوم حسن قعد يقلب في ورق قديم في المكتبة بتاع جدته، لقي جواب مكتوب بخطها: الواد الحقيقي مات أول ما اتولد. الجن خدوه وبدلوه بواحد منهم، اسمه الحقيقي مش سليم، اسمه سفاح ابن دراك، وجاي يسرق دمنا علشان يفتح بوابة بين عالم الإنس والجن. حسن بدأ يربط الأحداث: اختفاء سليم وكلامه الغريب والحقن اللي لقيها تحت السرير. هنا حسن قرر يروح للشيخ المنسي، ده راجل كبير ساكن في آخر الحارة، الناس بتقول إن هو فاهم في الحاجات دي. الليلة اللي بعدها سليم رجع، بس شكله كان متغير، كان أطول وضوافره بقت زي السكاكين، وصوته تقيل كأنه طالع من بير كله ضلمة. مسك ايد صفية وغرس فيها الحقنة، صرخت، بس حسن كان جاهز، طلع من جيبه ازازة فيها مية مقروء عليها قرآن ورشها على وش سليم. الواد صرخ صرخة خلت الحيطان تترج، وجسمه بدأ يتحلل كأن النار بتاكله من جوه. وقبل ما يختفي قال بصوت واطي: لسه في واحد تاني في بيتكم جوه المراية. سليم اختفى، بس حسن مرتاحش، جري على أوضة النوم علشان يبص في المراية، لقي وش تاني وراه بيضحك. ومن ساعتها حسن ما بينامش، كل ما بيبص في المراية بيشوف حد تاني بيبصله، وكل ما النور يطفي بيسمع صوت صفية بتنادي عليه، بس صفية ماتت في اليوم ده. إنما الواد الحقيقي محدش لاقيه، والناس بتقول اللي يسمي ابنه سليم بيصحى على باب مفتوح واللي وراه مش بشر.